معماري من طراز غير معتاد، ما يهموش أوي إنه يعمل مشروع مبهر ولا مبنى تتحدث عنه الأجيال، لكنه اختار طريق أصعب شوية، لكنه طريق أكثر إنسانية. لمّا زُرت مشروعه اللي خَد عنده الجايزة المشهورة، آمم افتكرت الكلام اللي دايمًا نقعد نفكّر فيه، إنه إحنا بنطالب بعمارة أكثر إنسانية. كريم إبراهيم عمل مشروع استحق عنه الجائزة الأكثر شهرة، جائزة الأغا خان، وعرفنا نجيبه النهارده عشان نكلّمه على هذه الجايزة المبهرة. إزيك يا كريم، بالضبط. إيه الأخبار؟ الحمد لله. كُلّه تمام؟ أنا طبعًا هنا يعني علشان مبدئيًا جايزة الأغا خان، وهي جايزة مبهرة، جايزة يحلم بيها أي حد بيشتغل في التراث وفي العمارة عامةً، وأنت فرّحت مصر كلّها وخدتها وفرّحتني أنا شخصيًا. أنا عايزة آخُد فكرة سريعة كده عن الجايزة وبعدين هاسألك في كل تفصيلة فيها بقى، بس يعني قُل لي إيه هي جايزة الأغا خان للي ما يعرفهاش؟ طيب أثناء قبل ما نبدأ يعني هي عشان بس تصحيحًا لبعض النقاط، هو مش أنا اللي حصلت على الجايزة، اللي حصل على الجايزة تكوين، تكوين. وهي شراكة طبعًا أنا وليّا زملا معايا نزيل عقل، شيرين زاغو، أحمد البدلاوي، وهي في الآخر تكريم لعمل جماعي مش عمل فردي، لأن دي نقطة مهمة جدًا بالنسبة لنا إن إحنا العمل ده بنعمله بصورة جماعية مش كشخص أو معماري أو حد بيقوم بيه لوحده. فدي نقطة بس عشان يبقى واضح يعني الأمور داخليًا حتى عندنا بتتم إزاي. قُل لي إيه هو باختصار المشروع، وبعدين نقول طيب، المشروع اللي حصل على الجايزة هو في الحقيقة مجموعة مشاريع مركبة في بعض، لأن هي بنعتبرها زي مبادرة تاريخها يرجع يمكن لسنة 2009 في الحقيقة، يعني إحنا ده جهد إحنا بنشتغل عليه بقى لنا النهارده يعني يعتبر حوالي 16 سنة تقريبًا وما زلنا بنعمل في إسنا. واحنا مسمينها إعادة إحياء إسنا التاريخية لأن هي بتجمع مجموعة من المشروعات، يمكن كان أهمهم مشروعين كبار كانوا تم دعمهم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتموا بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر. كان الأول اسمه إعادة اكتشاف الأصول التاريخية لمدينة إسنا أو الأصول التراثية، والمشروع التاني اسمه الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة في مدينة إسنا، وصاحبهم مجموعة من المشروعات الأخرى الأصغر مقياسا، كانت بتمويل من السفارة الهولندية ومن التعاون المائي الأسباني، وحاليا عندنا برضه تمويل من الجانب الكندي بيركز على بعض النقاط الأخرى. ودي زائد طبعا مساهمات من وزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر ومن الأهالي، أهالي إسنا اللي بتعتز بيهم. وهو عمل جماعي اشترك فيه مجموعة كبيرة جدا من الناس. ولكن احنا بنطلق عليه إعادة إحياء إسنا التاريخية لأن هو توجه في الحقيقة عام أو تدعمه الدولة النهارده في إعادة إحياء المدينة اللي هي نعتبرها من أحد المدن المهمة جدا في مصر، نتيجة إن هي فيها تراكم لطبقات تاريخ مختلفة، وبالتالي هي تستحق إن يبقى فيها جهد بهذا الشكل عشان يبرز هذا التميز وتبقى مثال إن هي ممكن تبقى نوع من المبادرات اللي تتكرر في مدن أخرى في مصر بقى. هل في مشاريع زي مشروع إسنا تاني في أي قرية أو مدينة في مصر أو يعني في مصر بشكل عام؟ في جهود طبعا كتير بتركز على فكرة التعامل مع قضايا التراث وازاي انها تبقى يعني احد الجوانب المهمة الداعمة للتنمية المجتمعية والاقتصادية، يعني الشغل اللي بتعمله طبعا مؤسسة مجاورة، الشغل اللي بتعمل في اركينوس اللي بيعملوه في العرافة، وجهود ناس كتير جدا تمام، الجهود اللي بيعملها صندوق التطوير الحضري في القاهرة التاريخية. في جهود كتير بتتم في مصر في الحقيقة ومركزة على مناطق كتير، ولكن خارج القاهرة بنجد الجهود دي أقل بكتير، يعني معظمها مركز في الحقيقة في القاهرة التاريخية أو القاهرة بشكل عام. هل في مشاريع في ولكن بورسعيد مثلًا؟ حاليا طبعا محافظة الأقصر بتقوم باستكمال العمل أو يعني بتبني ويمكن بحجم أكبر كمان في الشغل اللي احنا اشتغلنا فيه في إسنافة، دي طبعا أحد الجوانب المهمة. في مشروعات خاصة بتطوير مواقع يعني بتشتغل عليها وزارة السياحة والآثار، ولكن التعامل مع نسيج عمراني بصورة متكاملة أعتقد الجهد اللي بتعمله محافظة الأقصر النهاردة اللي يأتي الذهني يعني فيما يتعلق بالتعامل مع منطقة تاريخية بالكامل تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء. مشروع تطوير إسنا تحديدًا، مين اللي طرحه؟ هو المشروع ليه قصة طويلة إن هو في سنة 2009 بعد إنشاء
وقتها كان صندوق تطوير المناطق العشوائية، وكان برضو إنشاء محافظة الأقصر لأنها تأسست سنة 2009. كان في رغبة من الصندوق، وكان تابع ساعتها لمجلس الوزراء وما زال يعني، لعمل نموذج للتعامل مع المناطق المتدهورة عمرانيا في نطاق تاريخي. يعني الصندوق ساعتها في بداياته كان بعد حادثة الدويقة في 2008، كان في رغبة لدى الصندوق إن هو يشتغل على تجارب استرشادية يقدر يبني من خلالها خبرات، ويقدر إن هو يتعامل مع أنواع مختلفة من النسيج العمراني بتدخلات مختلفة. ف يعني كان لينا الشرف ان احنا نتعاون مع الصندوق في الوقت ده في سنه 2009، ومحافظه الاقصر كانت لسه طبعا منشاه حديثا، ان احنا نطور زي خطه لاعاده احياء المنطقه المحيطه بمعبد اسنا، لان هي صنفت كمنطقه غير امنه عمرانيا من ناحيه التدهور العمراني اللي فيها، لان كان وليه معيار طبعا انه اكثر من 50% من عدد المباني يكون في حاله انشائيه متدهوره. وده الحال زي حال مناطق تاريخيه كتير مش في مصر بس في العالم يعني. فتعاملنا مع الصندوق وتعاملنا مع محافظة إزاي الأقصر بقى في ذلك اتعاملت الوقت. مع الصندوق؟ يعني أنت إزاي قدرت تحصل على هذا المشروع؟ هو الصندوق اللي استدعانا في الحقيقة، لأن احنا كان لينا خبرة سابقة في التعامل طبعا مع ما نسميه بالحفاظ العمراني، لأن إمم. الحفاظ العمراني مختلف عن الحفاظ المعماري في أساليبه وفي مناهجه. واحنا دي خبرتنا الأساسية، احنا مش مرممين، احنا شغلنا الأساسي هو الحفاظ العمراني والتنمية المتكاملة، دول الشقين اللي بنشتغل عليهم. وكان لينا طبعا تجارب ناجحه في منطقه الدرب الاحمر مع مؤسسه الاغا خان. احنا كل الشركاء المؤسسين لتكوينه في الحقيقه اشتغلوا مع مؤسسه الاغا خان في فترات ومختلفه في مشروعات سواء في مصر او خارجها، يمكن لغايه سنه 2010 او حاجه زي كده او 2009. وكنا راكبنا خبره كبيره جدا وصلت لحوالي 12 او 13 سنه في منطقه الدرب الاحمر، وقبلها كنت بشتغل في مشروعات متعلقه باعاده تاهيل القاهره التاريخيه ككل، كانت مع اليو ان دي بي ووزاره السياحه والاثار او مجلس الاعلى للاثار في ذلك الوقت. يعني ده مش أول مشروع من هذا الطراز أنت لا لا بتقوم بيه. لا لا، يعني المشروع احنا بنعتبر ان هو بيبني على خبرات كتير سابقه، يعني مشوار طوله حوالي 30 سنه تقريبا بنعمل. ف نتيجة إن إحنا كان عندنا هذه الخبرات، الصندوق رأى فينا الخبرة إن إحنا نقدر نتعامل مع السياق ده، وبالفعل يعني نجحنا مع الصندوق إن إحنا نعمل خطة. الخطة دي اعتمدت في سنة 2010، وكانت يعني المفروض إن هي تبدأ في التنفيذ في 2011، ولكن طبعا نتيجة أحداث اللي حصلت في يناير 2011 ألغي كتير جدا من المشروعات القومية فما تنفذش في ذلك الوقت. فدي كانت البداية الفكرة ككل. لكن المشروع ده من تمويل الUS AIDS. المشروع يعتبر بدايات التنفيذ الحقيقية بتاعته كانت ابتدت من خلال ان حصل زي اتفاقية اطارية ما بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية، كان موقع عليها الرئيس السيسي في 2014. والاتفاقية دي اسمها سايت، ليها دعوة الاستثمار المستدام في المواقع التراثية، وكانت بتهدف لتحسين استخدام المواقع وإدارتها، وإزاي إن الحفاظ على التراث ممكن يؤدي لتنمية اجتماعية واقتصادية حقيقية. الاتفاقية دي فضلت نشطة لمدة 10 سنين، تم تحتها مشروعات كتير مش مشروع إسنا فقط، منها مثلا تخفيض مياه المياه الجوفية في معبد كومومبو وخوم الشقافة، ومشروعات تمت في ميت رهينة في منف. ففي عديد من المشروعات اللي تمت ضمن هذه الاتفاقيه، وكان احدها مشروع اسمه. احنا تقدمنا بيه كمقترح، يعني حصل زي طلب لتقديم افكار مشروعات بتتعامل مع قضيه التراث، ولكن من جانب انه بتتقدم لمين بقى؟ ساعتها اللي كان اطلق ده كانت الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه بناء على الاتفاقيه الاطاريه. يعني واللي بيحصل ان الحكومتين بيوقعوا اتفاق وبيتفقوا على نطاق اعمال إمم. ومناطق جغرافيه محدده، وبناء عليها بتبتدي طرح هذه المشروعات، الناس تتقدم بافكار، او في مشروعات مباشره بتتم تنفيذها بصوره مباشره. طب وده كان بصورة مباشرة والّا في ناس تقدمت فلا، في ناس كتير تقدمت، تقدم؟ يعني هم في الاخر بيختاروا المشروعات اللي بيجدوا فيها ان هي تستجيب للمتطلبات اللي كانت في الاساس مشروعات تساهم في الحفاظ على التراث، ولكن تؤدي إلى تنمية اجتماعية واقتصادية وتحسين إدارة المواقع وتحسين عوائد مصر من السياحة ومن ترميم المواقع الأثرية والتراثية وتحسين إدارتها. فإحنا تقدمنا، في ناس كتير تقدمت، وفي مشروعات زي ما ذكرت نفذت تحت هذا الإطار من الاتفاقية. ولكن مشروع اسمه كان مختلف في ناحية حجمه، تمام، لأن احنا بنتكلم على مدينة كاملة، أو يعني تدخل على نطاق عمراني كبير.
فيعتبر كان طموح في هذا الوقت ومشروع في نفس الوقت، ولكن كان بيرتكز على دراسات حقيقية اتعملت في 2009 و2010 وعلى خطة احنا كنا بنرى ساعتها مع صندوق تطوير العشوائيات ان هي تصلح للتعامل مع منطقة في هذا النوع من النسيج. آه استمرت التقييم بتاع المقترح بتاعنا يمكن حوالي سنتين، هو اللي اكتشفناه بعد كده ان تكوين هي كانت اول شريك مصري في تاريخ الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه يعمل مباشره مع الوكاله في هذا القطاع. يعني في قطاعات تانية، ولكن في قطاع التراث والنمو الاقتصادي اللي هو تحت يندرج تحتيه هذا النوع من المشروعات، كنا احنا اول شريك مصري. عاده كان بيبقى شريك اجنبي امريكي او من جهات اخرى، ولكن خدوا طبعا بقى دلوقتي في تقييم القدرات الفنيه والاداريه عندنا ان احنا نقدر نقوم بهذا المشروع. وبالفعل تم بدايه المشروع بدات في اكتوبر 2016. مم. ولكن طبعا التنفيذ الفعلي ابتدى في فتره لاحقه بعد كده، ان احنا الفتره الاولى كانت ليها دعوه بان احنا بنكون فريق المشروع وبناخد الموافقات المطلوبه للمشروع، وبنعمل دراسات المطلوبه لتنفيذ التدخلات المقترحه. ففعليا ابتدينا يمكن في نص او اواخر 2017 التنفيذ الفعلي للمرحله الاولى من المشروع. طب أنا عايزة أسألك يعني سؤال يمكن يكون غير معتاد شوية، الفلوس الأول ولا المشروع الأول؟ انا وجهه نظري المشروع الاول. يعني في ناس في مقوله في التنميه كده، زي ما يعني احنا نعرف كده عمالين فون فورس فانكشن. في مقوله في التنميه بيقولوا فون فورس فاندنج، تمام، ان في كيانات تعيد تشكيل نفسها وفقا لنوع التمويل المتاح ليه. يعني عايز اشتغل في البيئه هنبقى بتوع بيئه بكره الصبح، جندر هنتحول لجندر، لكن احنا ما بنشتغلش بالطريقه دي. ان احنا بنشتغل عليه احنا بنعتبر نفسنا وبصوره جماعيه مش صوره فرديه، ان احنا بنحاول نوجد حلول لمشكلات. تمام، احنا بنسمي نفسنا كده يعني لو احنا حلالين مشاكل من الاخر يعني. سواء كانت المشكلات دي ليها علاقة بحاجات عقبات في التخطيط العمراني، عقبات ليها دعوة بتعامل السيدات مع الفراغ العام، عقبات ليها دعوة بقدرة التراث على ان هو يولد فعلا تنمية اجتماعية واقتصادية حقيقية، بنحاول ندور على حلول طويلة المدى ده. وبناء عليه لما بنعمل المشروعات بتاعتنا او افكارنا احنا بنضعها في اطار اللي ما نراه احنا ملائم، تمام، بناء على خبرتنا وتعاملنا مع المحتوى اللي بنشتغل عليه، بغض النظر فيه تمويل ولا لا. وفي الحقيقه الافكار احنا بنحاول نطورها في اتجاهات معينه، وبنطور يعني مفاهيم. بتحطوا الأفكار الأول وبعد آه. كده آه. لما تتبلور تبدأ تدور لها على تمويل؟ لو صادف ان في تمويل اهلا وسهلا، مفيش تمويل بنحاول نشوف نقدر نتحرك فيها ازاي. ولكن المحرك بالنسبه لنا هو مش عايز اقول الشغف يعني كلمه ابتذلت جدا، بس هو فكره الكيوريوسيتي او الفضول، ان احنا نحاول نوجد حلول خارج الصندوق لمشكلات احنا شايفين ان هي موجوده بقالها فتره طويله. فالفضول ده هو اللي بيدفعنا لفكره ان احنا نجرب حلول ونشوف الحلول دي اذا كانت بتنجح نقدر ان احنا نكبرها ونتوسع فيها وان احنا نبني عليها. وبالتالي هي طريقه انكريمنتال او تدريجيه، تمام، مم. مش عارفين خريطه الطريق ايه بالنسبه لنا، احنا عارفين احنا عايزين نوصل لايه في الاخر، بس لكن الطريقة ازاي؟ الطريق ده بقى احنا بنستكشفه اثناء العمل نفسه. ولكن ردا على سؤالك، احنا بنشوف دايما ان لما بيبقى عندنا رؤيه واضحه وافكار مش بالضروره تفصيليه ولكن توجهات ما تودي ليه، ده بيسهل عليكي التمويل او انك توجدي موارد. والموارد مش بالضروره ان من جهه ممكن، الموارد دي ممكن تبقى من الدوله، ممكن تبقى من القطاع الخاص، ممكن يعني يندرج تحتيه برضه المجتمع، لان احنا ما بنحبش الفصل ما بين كلمه المجتمع والقطاع الخاص، هم اتنين واحد بالنسبه لنا في الاخر. فبالتالي بنلاقي ان لما بيبقى في اطار الناس متفقه عليه وشايفاه، الموارد بتتحرك في هذا الاطار. ما بنحبش ان احنا نشتغل على مشروعات فقط لان التمويل متاح في اتجاه ما، لو مش بيتوافق مع افكارنا او ان احنا مش شايفين ان هو دي حاجه احنا مهتمين او حريصين ان احنا نشتغل عليها، ما بنبقاش مهتمين بيها في الحقيقه. طيب هو بعض الناس قالت إنه المشروع أخد يعني اهتمام أكتر من اللازم، وبعدين اتفاجئوا إنه أخد جايزة لافاشين. فابتدت العيون كلها أو الناس كلها تبدأ تعيد التقييم، هو ليه؟ يعني إيه السبب؟ طيب أنا بقى عايزاك تقول لي إيه اللي أضافه المشروع بتاعك في إسنا للمجتمع الإسناوي عامةً؟ ويعني إيه التغيير اللي حصل، اللي أنت كنت أصلًا مخطط له من الأول؟
يعني طبعا وعليكم طبعا في وجهات نظر وهتحترم وكل حاجه، بس هي الفكره ان احنا الناس عندها مفاهيم مختلفه للعماره وكلها ممكن يبقى فيها حاجات صحيحه. انا بالنسبه لي هي، او انا كشخص يعني هي ليها علاقه بمدى مساهمتنا في تحسين جوده الحياه بالنسبه للناس في المجتمعات المختلفه اللي بنشتغل فيها. وبالتالي السكك كتير، يعني ممكن يبقى من خلال مبنى جيد، ممكن يبقى من خلال مساهمة في تطوير عمران بطريقة مختلفة، سياسات عمرانية ممكن تغير الوضع إلى آخره. احنا بنطرق السبل دي كلها. اللي يهمنا إن الموضوع يبقى ليه 3 جوانب. نمرة واحد، هو بيشتغل لصالح مين؟ تمام. وبالتالي هو احنا في حالة إسنا هو مشروع اشتغل لصالح المجتمع والدولة، يعني القطاعين دول كانوا مهمين جدا بالنسبة لنا إن هم يبقوا المستفيدين رقم واحد. نمرة 2، هو إلى أي مدى قابل للتكرار ومستدام، تمام، وهل ليه أثر ولا لأ. يعني دول النهارده ده اللي يهمنا في الآخر. قياس الأثر ده من الحاجات الصعبة، واللي هي دايما بتبقى صعبة تتقاس في المشروعات. يعني المشروعات الممولة دايما من جهات منخى بتشتغل من 4 ل5 سنين. هو في الحقيقة ما بيحصلش أصعب من 4 ل5 سنين، صعب مم. جدا، تمام. في حالتنا حسب النتائج، في فرق بين النتيجة والأثر الطويل المدى ده. الأثر الطويل المدى ده بنشوفه على مدى سنين، وده اللي بنقدر نقيسه على مشروع زي إسنا، إن هو دي تجربة مستمرة بقى لها يمكن 16 سنة. هي بتتوقف وبتستمر وبتتوقف وبتستمر. بس احنا شايفين النهارده تغيير حقيقي في المجتمع في إسنا. إن أولا إن في زي نوع من الفخر لهذا المجتمع بالمقاومات اللي عنده. احنا لو بصينا على، لو انت بتتكلمي على الاهتمام باسمه، في الحقيقه كان بيتهم ان احنا ما بننشرش بما يكفي عن هذا المشروع. نعم. كنا بنتهم ان احنا ما عندناش، وده حقيقي، لان احنا يعني ما كناش مهتمين قوي بفكره النشر بصوره على السوشيال ميديا الى اخره. حتى كان البلاتفورم الاساسيه للمشروع هي حاجه صفحه اسمها ديسكفر اسنا، ما كانتش بتغطي المشروع بقدر ما هي بتغطي الجوانب التراثيه لاسنا، ان احنا نعمل دعايه لاسنا نفسها مش للمشروع. ف لو جينا بصينا على ده تاني، فاللي انا بقوله لك ان منطقه زي اسنا في الحقيقه فيها مقاومات كتير جدا، وده موجود في مدن تانية كتير في مصر، مم. مش اسنا فقط. ولكن لو بصينا على حجم الكونتنت دلوقتي او المحتوى اللي منتج من اهالي اسنا نفسهم، يعني سواء مؤثرين او ناس بتشتغل في جانب ان هي تطرح الجوانب المختلفه لتراث مدينتهم، او ان النهارده يبقوا هم على بصوره متواجده اكتر سواء في الصحافه او الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي، بنلاقي ان حجم الكونتنت ده زاد. وده حاجه مهمه، لان النهارده كان المشروع لما بنقول ان هو فكره اعاده احياء مش نسيج عمراني فقط، ولكن اعاده احياء الذاكره الجماعيه عن المدينه نفسها، المعلومات اللي موجوده عند الاهالي، الحاجات اللي هم بيعتبروها مهمه بالنسبه لهم كتراث. المشروع ساهم بصوره كبيره جدا في ان هو يزيح التراب عنها، وبالتالي الناس تعيد اكتشاف تراثها مره اخرى وتعيد تقديمه. بس واللي بيسالنا هم يقدموه من وجهه نظرهم هم، مش وجهه نظرنا احنا، دي نقطه في غايه الاهميه. فده احد التاثيرات المهمه جدا يعني بالنسبه انت للمدينه. احييته داخلهم الاول ف ده كان مهم، رفع العمليه دي مهمه، وكنا ساعات بنشوفها بتحصل. يعني الناس تبتدي تسترجع بالذاكره كده حاجات خاصه بيهم، مم. يعني في مجالات كتير ليها دعوه بالتراث المعماري نفسه، ليها دعوه بالعادات والتقاليد، ليها دعوه بالطبخ على سبيل المثال. امثله كتير جدا لحاجات كانت شبه هتندثر او اندثرت وحصل لها اعاده احياء. بس هو المهم ان يحصل اعاده الاحياء دي جوه دماغ الناس جوه دماغ نفسها من الناس. قبل ما هي تحصل على الطبيعه. وبالتالي ده ادى ان النهارده عندنا مجتمع هو قادر يقود عمليه التنميه دي لوحده من غيرنا، تمام. مم. يعني انت النهارده حطيته على الطريق وابتدى هو بقى احنا يكتشف. اشتغلنا سوا. يعني ما بحبش فكره ان انا حطيته، يعني احنا هو في الاخر تاني هو عمل جماعي بيننا وبين المجتمع والدوله والجهات يعني هو ناس اشتغلت مع بعض، لان احنا استفدنا كتير من طب انت بتقول الدولة المرة دي هي تقريبا أول مرة في الجايزة يعني بتاعة الأغاخان يحصل عليها معماريين مصريين على مشروع جوه مصر، ويعتبر مشروع يعني حضاري اجتماعي تاريخي تراثي وكل الصفات دي كلها. يعني وهو بتمويل من جهة أجنبية. يعني أليست هذه وظيفة الدولة بالأساس إنها هي اللي تطرح هذه لا لا مش المشاريع ضروري. اولا مش احنا مش اولنا وتنسيق طبعا الحضارة؟ احنا يمكن رقم 7 اللي يكسب الجائزه في مصر، بس هي طبعا لأ أنا أقصد في هذه النوعية من المشاريع الاجتماعية. لا
يعني كان في زي مشروع إيه؟ بتاع حي السلام في الإسماعيلية، يعني في مشروعات أخرى كسبت بس طبعا قديمة، يعني طبعا من الثمانينات والتسعينات. مشروع دكتور عبد الحليم طبعا في حديقة الطفل في السيدة زينب. هي مشروعات كلها ليها بعد اجتماعي. هي في الحقيقة ده أحد الركائز الأساسية في الجائزة، إن يبقى في بعد اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي للجائزة. بس إحنا النهاردة يعني عشان قصة دور الدولة أو لأ، يعني بالعكس إحنا شايفين النهاردة يعني إن لازم يبقى في تجارب متنوعة، سواء جغرافيا، مكانيا، من ناحية نطاق العمل، من ناحية الأطراف اللي هي بتحركها، لأن احنا عندنا نماذج كتير جدا لدول ومدن تاريخية اتحركت، سواء من القطاع المدني نفسه كسيفل سوسايتي، أو اتحركت من خلال الدولة مباشرة، أو اتحركت من خلال القطاع الخاص. وعندنا أمثلة في مصر، يعني على سبيل المثال منطقة زي الدرب الأحمر، لما حصل مشروع إعادة إحياء الدرب الأحمر قادته، أو يعني اللي في المقدمة فيه كانت مؤسسة الأغا خان للثقافة في ذلك الوقت. ولكن في المقابل عندنا مشروعات تانية بتقودها الدولة وحصلت في نفس الوقت برضه، زي تطوير منطقة شارع المعز، تمام، أو اللي بيحصل حاليا. ففي أطراف مختلفة، وده صحي إن يبقى في رؤى تطرق، وممكن في مناطق تانية يزق فيها القطاع الخاص زي ما حصل في وسط البلد. اللي هتحرك في البداية كان القطاع خاص والدولة اتحركت، ويعني يعني مجتمع مدني اتحرك. ودي تجارب موجودة في العالم كله، في إمم. مدن كتير حصل فيها ان طرف ما بيبتدي يحرك عملية التنمية في منطقة تاريخية، والأطراف التانية بتبتدي تلحق بها. تلحق أو تتنافس أو تزُق. الفكرة ان بالعكس احنا شايفين النهاردة الفكرة بقى، هل النهاردة التعاون ده ما بين الأطراف ده بيتم بصورة إيجابية ولا لا؟ فرض اسمه احنا شايفين انه كان بيتم بصورة يعني أكتر من إيجابية كمان، لأن اولا التعاون مع بالذات الزملاء اللي موجودين كانوا وما زالوا في المكان، سواء من قطاعات المختلفه، وزاره السياحه والاثار، بتكلم على قطاع اثار اسلامي وقطاع اثار مصري وقطاع مشروعات والاطراف اللي ليها علاقه بالسياحه، بنتكلم على محافظه الاقصر، بنتكلم على وزاره التنميه المحليه. دي كلها اطراف والهيئه الهندسيه، تمام، إمم. اللي ساهمت بصوره ايجابيه، بصوره كبيره جدا، في ان كل المجال ده يتحرك في اتجاه واحد. وزاره السياحه والاثار عامله جهد رائع في معبد اسنا. يعني فعلا احيت هذا المعبد من عدم، يعني احنا معبد اسنا كان اثر في الحقيقه ما كانش ليه وضعه بصوره كبيره في خريطه السياحه في أنا شُفت الصعيد المصري. معبد إسنا. هل كل التطوير والترميم اللي حصل ده اللي عملته هي الدولة؟ الوزاره مع بعثه من جامعه تübingen في المانيا، بس طبعا تحت يعني الوزاره بمعاملين يعني مصريين ده برّه خارج المشروع خارج يعني، المشروع. تمام. فبالتالي ده جهد محترم جدا. إمم. النهارده محافظه الاقصر بتقوم بتطوير منطقه الكورنيش بالكامل، بتقوم بتطوير المباني اللي حوالين المعبد. إمم. فهو جهد جماعي ومش بادي النهارده بس، احنا بنتكلم من البدايات. يعني حاجه زي مشروع تطوير سوق الاثريه السياحي، ده كان تعاون ما بين محافظه الاقصر والمشروع والاهالي يعني في اسنا. ودي الفكره، ان انت لما بتوصلي لرؤيه مشتركه الجهود كلها بتكمل بعض. وده الأطراف بقى بتبدأ دي النقطه تكمّل. الكريتيكال او الحرجه في هذا المشروع، انك ازاي تولدي الاتفاق الجماعي ده، ان ده الاتجاه اللي احنا عايزين نتحرك فيه. وبالتالي سهل قوي ان احنا ننسحب من المشروع النهارده ونبقى مش موجودين، وكل الناس بيحصل تضارب في الرؤى، يعني ساعات مثلًا الأطراف دي يبقى لها وجهات نظر طبيعي مختلفة يعني يعني زي إيه مثلًا؟ الفكره. لا طبعا، يعني انت النهارده ودي نقطه مهمه، يعني ما فيش مشروع في الدنيا ما فيهوش تضارب في المصالح. اوكي، لان النهارده لو انا بقيس من وجهه نظر الاهالي او السكان، حتى ممكن تقسيمه لمجموعات، حتى غير بعض، الناس اللي ساكنه في المكان والناس اللي ليها املاك بس بره المكان، شباب، سيدات، ايا كان. لو بنتكلم حتى جوه الجهات الحكوميه، احنا عندنا مجلس مدينه، عندنا محافظه، عندنا وزارات مختلفه، يعني وزاره زي التنميه المحليه الى اخره، عندنا وزاره الاثار، قطاعات مختلفه غير بعض. كل واحد ليه رؤيته، تمام، وهو في الاخر هم عايزين يحققوا الصالح العام بس من وجهه نظرهم، تمام. إمم. فعلى سبيل المثال الاهالي كان عندهم اشكاليه لمده طويله، ان ما فيش مخطط تفصيلي للمنطقه يسمح لهم ان هم يرمموا مبانيهم او يبنوا مباني جديده. لما يعني بيسعوا لاي طريقه ان هو يوصلوا للخطوه دي. المحافظه مسؤوله طبعا عن اداره المكان ككل، وكمرافق، يعني بنيه اساسيه، وكتنظيم العلاقات اللي ما بين الجهات المختلفه، وانشطه البناء الى اخره.
ووزارة السياحة والآثار مهتمة إن هي تحمي المعبد لأن ده نطاق العمل بتاعها. وزارة السياحة بتركز على حاجات ليها دعوة بالخدمات السياحية اللي بتاخدها، فكل واحد ليه شرطة السياحة تبقى عايز يأمن المكان، العائمات اللي هي ليها علاقة بالمراكز السياحية اللي بتقف، صناعة السياحة نفسها كقطاع خاص. بيحلوا بقى الفكرة إن بص أنت ما عندكيش آليات يعني مستدامة للحوار ده، يعني دي مشكلة موجودة عندنا في مصر. يمكن كان لسه عندنا لقاء مع وزير السياحة والآثار امبارح، وكنا بنطرح فكرة إن أنت لو بتتكلمي في المناطق على الأقل ليها بعد سياحي تمام أو تراثي، المفروض إن يبقى في هيئات تنشيط سياحة محلية. يعني دي وجهة نظرنا يعني تمام. ليه؟ لأن أنت النهارده لو أنت بتتفقي أو جهات ليها دعوة بالتنمية المجتمعية في هذا المكان في إطار سياحة مسؤولة ومستدامة إلى آخره لو بنتكلم على المناطق السياحية، لأن لازم يبقى في نوع من الحوار اللي بيحصل ما بين الأطراف. في حوار بيحصل طبعا وفقا للتنسيقات اللي بتتم ما بين الأطراف المختلفة. يعني على سبيل المثال لما الهيئة الهندسية كانت منوطة بإعداد مخطط تفصيلي لمنطقة المعبد، وهي يعني مخطط يمكن من أفضل المخططات اللي شفناها في مصر من ناحية صحة المفاهيم بتاعته ودقة تنفيذه إلى آخره. دي كان بيصطدى وده وفقا لقانون جلسات تشاور جماعي بيحضر فيها الجهات المختلفة، بيحضر فيها ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، ممثلين عن مجلس المدينة، المرافق، الأهالي إلى آخره. دي بتبقى جلسات تشاور والغرض منها إن الناس توصل لرؤية لتطوير المنطقة. وإحنا كنا محظوظين إن إحنا كان بقالنا فترة في المكان والحوار ده كان بادي بالفعل، لأن إمم. هو من بداية المشروع هو بالتعاون مع الجهات الحكومية اللي موجودة هناك. ما كناش بادئين كلنا من نفس البدايه. في ناس من وجهه نظرها ان الحفاظ على المعبد هو ان انا اشيل البيوت اللي حواليه تمام، وفي ناس من مصلحتها ان هي تفضل موجوده، وفي ناس شايفه ان لا ان انا احسن عشان اطور البنيه الاساسيه للمدينه دي ان انا اعمل توسعات معينه. في وجهات نظر مختلفه موجوده. ومثلا او ناس شايفه ان المباني اللي موجوده على المعبد دي يا اما بتشوهه يا اما بتشكل خطر عليه الى اخره. طيب يعني الشغل على الأرض بيقرّب وجهات النظر وبيقرّب المسافات. ده حقيقي لأن هو ليه علاقة كمان بإن الرؤى دي بتبتدي تتبلور على الأرض فعلًا. الناس لمّا بتشوف يعني أحد أو في مشروعين كانوا مهمين بالنسبة لنا جوّه المشروع إعادة الإحياء، هو ترميم وكالة الجداوي، وده تم بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وترميم سوق الإثرية وده تم بالتعاون مع محافظة الأقصر. وكانوا المشروعين دول في غاية الأهمية لأن هم ورّوا الجهات الحكومية والمجتمع إن إذا كان مباني متدهورة بهذا الشكل وحالتها سيئة جدًا كانت من الطوب اللبن إلى آخره، ممكن إن هي تترمم ويعاد إحيائها بالكامل وإعادة استخدامها وتصبح فاعلة تاني جوّه المجتمع ده، فبالتالي أي حاجة تانية ممكن تحصل. والكلمة دي اتقالت لنا كتير، إن في ناس كتير من المجتمع نفسه ما كانوش لمّا بنقول المجتمع بنتكلم حتى على الجهات الحكومية والأهالي اللي هناك، ما كانوش متصورين إن المباني دي ممكن تترمم بالفعل بالشكل ده، وده غيّر مفاهيم كتير، إن أصبح في رؤية لأ، ده ممكن. يعني إحنا حصل كان وزير السياحة والآثار السابق زار سوق الأثرية وقال إحنا نفسنا قِسنا تبقى كده. نفس الانطباع ده جه عند محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، عند الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جه كلّهم شافوا ده على الطبيعة وقالوا هو ده نوع التنمية اللي إحنا عايزينه نشوفه بيحصل في هذا المكان، لأن هو بيدمج ما بين الحفاظ على النسيج نفسه والحيوية الاجتماعية الاقتصادية لسوق شغال بالفعل، وما تتمنيش أكتر من كده. وده مشروع زي ما حكيت لِك ساهمت فيه المحافظة يعني تمويلًا حتى في كعمل ساهم فيه الأهالي إن هم رمموا المحلات بتاعتهم من جوّه، والمشروع من خلال التعامل مع الفراغ العام. وده ادّى مثال لتعاون الجهات دي كلّها مع بعض ممكن يوصّل لنتيجة أصبحت هي حاجة تُحتذى بيها في تطوير بقية المكان. يعني إمم. دي كانت نقطة مهمة جدًا. المشروعين دول يمكن أثّروا بصورة كبيرة في إن أصبح إن في أرضية مشتركة في الكلام بيننا وبين بعض. إمم. طيب برضه سؤال يمكن بعيد شوية جايزة الأغا خان جايزة للمشروعات المعمارية، ولكن هنا في المشروع ده تحديدًا كان لها كمان بُعد مجتمعي، وهو ده اللي برضه كان أصبح جزء مهم جدًا من اللي بيفوز يعني المشروع اللي بيفوز بالجايزة. طيب ليه مثلًا مش الهابيتات مثلًا؟ يعني أنا برضه عايزة يعني آخُد منّك فكرة كده عن هذه المنظمة اللي هي المفروض إنها مهتمة أصلًا برضه بمشاريع الإسكان وبالحاجات دي كلّها، فليه مثلًا ما كانش في اهتمام بالمشروع ده من منظمة زي الهابيتات؟ إيه هي الهابيتات أصلًا بقى؟
الهابيتات هي منظمه الامم المتحده للمستوطنات البشريه، وما اعرفش اذا كان فيه اهتمام ولا لا، بالعكس فيه اهتمام لان احنا بنعمل حاليا مع الهابيتات في مناطق اخرى بسبب اهتمامه بالنموذج اللي اتطور في إسنا منها، فبالعكس لا فيه اهتمام طبعا. يعني هم اهتموا بمشاريع أخرى بناء على اللي شافوه في إسنا. يعني لا اه. يعني في مشروعات اخرى احنا بنكون بتنفذها حاليا مع الهابيتات هي بتبني على اللي حصل في إسنا، بالعكس فيه اهتمام. بس هو دول مين اللي بيدير هذه المنظمة عامة، أو هي يعني أصولها هي إيه؟ الامم المتحده، اوكي. هي احد الاذرع بتاعت الامم المتحده طبعا، هي منظمات كتير. وبتشتغل مع الدولة مش لا المصرية أو مع الحكومة يعني المصرية. لازم تشتغل، يعني هو ده في اطار الاتفاقيات ما بين الامم المتحده والدول المختلفه، زي اليونسكو، زي اليونيون، اليونيسيف يعني، فكلهم جهات، بس هي كل جهه مختصه بنطاق عمل محدد يعني. فهي اهتمامها أو اختصاصها هو الهابيتات هي بتركز على الإسكان. المستوطنات البشريه، لا مش اسكان فقط، المستوطنات البشريه بكاملها، يعني بمعنى ما يتعلق بالتخطيط، ما يتعلق بالدمج النوع الاجتماعي، ما يتعلق بالاقتصاد في المناطق طب هم ليهم جوائز برضه؟ في اليوم جوائز، بس يعني ما يمكن كان لينا مشروع كسب كان يعني انترناشونال بيست براكتس مع اليون هابيتات، بس ده كان في 2008، كان مع مؤسسه الاغاخان، كان بيركز على اعاده تاهيل المباني السكنيه يعني ولكن هم بيمولوا المشروع؟ الهابيتات بتمول مشروعات بس من خلال سواء من تمويلها المباشر او من خلال العمل مع جهات اخرى، ولكن تاني هي بتشتغل بآلية مختلفة خالص، الأغاخان حاجة والهابيتات حاجة، دول فكانين غير بعض تماما. ما هم مختلفين بقى، عشان كده عايزاك تشرح لي يعني الأغاخان هي ليها آلية تانية خالص في موضوع الجايزة، لأن هي بيتم ترشيحك من قبل مجموعة من المصممين والنومينيتورز أو المرشحين. ما انا هدخل في النومينيتورز وهدخل بس إن ازاي بقى بيحصل في الهابيتات، يعني ازاي بتترشح لجائزة فيها؟ ممكن تتقدمي عندهم بعض مجموعة من الجوائز بتتقدمي ليها، بس يعني الناس هي اللي بتتقدم بس احنا للجائزة. يعني احنا تقدمنا مثلا لحاجه في الهابيتات ما زالت الأغاخان ما حدش بيتقدم لها أصلا. الاغاخان لا تقدري على فكره، تقدري انك مم. تتواصلي مع احد المرشحين، هو شاف ان المشروع بتاعك فيه معايير اللي هي بتنطبق على الجائزه بيرشحك. طب مم. آه طيب. برضو استكمالا للحتة دي، هل بعد ما أخدت الجائزة مثلا تواصلوا معاك لمشاريع أخرى الهابيتات يعني، أي مشاريع أخرى لا احنا عندنا بيقوموا اوريدي بيها؟ مشروعات مع الهابيتات بادئه من سنين، يعني ما قبل إيه المشاريع؟ يعني احنا اشتغلنا معاهم على حاجه ليها علاقه بال يعني تضمين النوع الاجتماعي او مراعاه النوع الاجتماعي في المخططات العمرانيه والتصميم العمراني في مصر، ودي حاجه اتعملت بالتعاون مع الهيئه العامه للتخطيط العمراني في وزاره الاسكان، وده كان مشروع مهم لان هو بيأثر على اعداد طرق اعداد المخططات العمرانيه والتصميمات العمرانيه للمناطق الحضريه. والهيئه بتستخدم الدليل ده حاليا، وده بناء على تجارب احنا اشتغلنا عليها لمده 10 سنين يمكن مع منظمه الامم المتحده للمراه اليو ان، شغالين مع الهابيتات في مشروعات أخرى ليها علاقة بالقضايا المتعلقة بتمويل البنية الأساسية في المناطق العمرانية على مستوى مصر، وبنشتغل معاهم برضو على حاجات ليها دعوة بالسياحة الثقافية في محافظة قنا، فبنشتغل في مشروعات مختلفة يعني مش متعلقة بالجائزة، هي تتقاطع طبعا مع مجال عملنا بصورة كبيرة، ففي تعاونات مستمرة بيننا وبينهم. طيب رجوعا لإسنا، هل ما وصل إليه المشروع في إسنا أو الوضع الحالي في إسنا هو ما كان مخطط ليه من البداية، يعني من البعد المجتمعي وكل حاجة، ولا ده تطور مع الوقت؟ طيب هو السؤال ده لازم نرجع فيه شوية، ليه احنا اشتغلنا في اسنا في الحقيقة، أو مش كمكان ولكن كأفكار احنا كنا بنحاول نطرحها ازاي. احنا من وجهة نظرنا في تكوين ان احد الاشكاليات اللي موجودة في التعامل مع العمران في مصر هي فكرة المشروع، تمام؟ مقابل العملية او مقابل الاجراءات المستدامة، يعني بمعنى النهارده اللي هي بالانجليزي كده البروجكت فيرسز ذا بروسيس، تمام؟ او برودكت فيرسز ذا بروسيس. احنا ممكن نعمل مشروع كويس جدا، واحنا شخصيا لينا تجارب كده كتير قوي، مش بلوم حد او بنتقد حد، احنا لينا مشروعات كمشروع ناجح تمام، ولكن النهارده لازم نسال نفسنا كذا سؤال، هو المشروع ده لصالح مين؟ يعني مين مستفيد منه كمجتمع او ايا كان؟ نمره اتنين، ايه فرص استدامته؟ هل الاستدامه دي جايه نتيجه ان في صدفه حصلت فالمشروع ده كمل، ولا ان هو في اليات وفي قوانين وتشريعات وهياكل اداريه ومؤسسيه
بتحافظ على استمرار هذه التجربة، تمام، أو النجاح ده. الطبيعي إن في حاجة اسمها دايرة السياسات أو الpolicy cycle، إن النهارده إن أنا لو عايز أتعامل مع قضية معينة، يعني خلينا نروح مجال مثلًا إن أنا عايز أزود إنتاجية منطقةٍ ما من السكر، تمام، عايزين تجيبوا سكر كده. فواحد يقول طب نزرع قصب، واحد تاني يقول لأ طب نزرع بنجر، طب لأ أنا ما ناولش لا ده ولا ده، إحنا نروح نستورد يعني في حلول، ممكن الناس تطرح حلول زي ما هي عايزة. الطبيعي في دايرة السياسات دي إن بيحصل إن إحنا بنفترض بعض الافتراضات، إن عشان نحسّن الإنتاجية في السكر مثلًا، هنتفق كلنا إن إحنا هنزرع بنجر بدل القصب مثلًا، أوكي. تمام، نزرعه بالفعل، وبعد كده نشوف والله كنا متوقعين إن المكان ده هيطلّع 10 طن، طلّع 5، طلّع 15 مقابل 3 مقابل 10 أيًا كان، بيطلع منتج، مُخرج بيطلع، والمُخرج ده المفروض إن إحنا نقيّمه، وبناءً على هذا التقييم نقول والله الفرضية اللي إحنا عملناها في الأول دي صح أو غلط أو محتاجة تتعدل، وبالتالي نحسّن في السنة اللي بعدها العمل في القصة دي. دي نقطة في غاية الأهمية، تمام، لأن هي، ومش باتكلم على الدولة فقط، باتكلم حتى إحنا كمهنيين يعني، إن ما فيش عملية نقدية حقيقية اللي هي beyond أو ما بعد فكرة الخناق، يعني إن أنا أشتم في ده أو إن أنا أزعق لده أو إن أنا أقول ده صح أو غلط أو بتاع، اللي هو تقييم حقيقي لإيه اللي ما فيش مشروع في الدنيا أيًا كان على فكرة ليه كله جوانب سلبية أو جوانب إيجابية يعني، ولكن الفكرة إن إحنا ما بنقيّمش بطريقة مضبوطة، إن إحنا نشوف طب إحنا غلطنا في إيه، طب نقدر وعملنا إيه كويس، تمام، فنقدر لمّا نخش مرّة تانية نحاول نستفيد من نحسّن. تجارب طيب الماضي. دي حاجة إحنا عكسناها على نفسنا، تمام، إحنا زي ما حكيت لِك أنا شخصيًا باشتغل في المجال ده بقى لي 30 سنة، أوكي، والمعماريين دايمًا عندهم يعني آآ معلش أنا هاقاطعك، أنت اتخرّجت سنة كام؟ 95. وبقى لك من ساعة أمّا اتخرّجت بتشتغل؟ أنا مش من قبل ما أتخرّج في الحقيقة. يعني هو في مجال ده عامةً. إمم. ف إحنا عندنا تصوُّر دايمًا إن التحسين في البيئة العمرانية هيقود automatically كده لتحسين في مستوى الحياة والبيئة إلى آخره. إحنا بنحمّل العمارة أكتر مما تتحمّل في الحقيقة. ودايمًا أي حد درس في كلية هندسة أو قسم عمارة أو أيًا كان، هتلاقي دايمًا عنده أحد المشاريع العمل في منطقة تاريخية، وهنطوّر وهنعمل المتحف ده والمركز الثقافي ده والمسار اللي مش عارف إيه والكلام ده كُلّه، بافتراض إن ده هيؤدي لتطوّر، تمام، إيجابي، وأثر على المجتمع وأثر على أيًا كان بقى مين اللي هيتأثّر بصورة إيجابية. دايمًا عندنا الفرضية دي، والواحد لفترة طويلة جدًا كان عنده هذه الفرضية إن التحسينات، ولكن إحنا فشلنا بما فيه الكفاية علشان نعرف إن ده ما بيحصلش في الحقيقة، تمام، وإن هو لوحده لا يكفي، وإن لوحده غير قادر على الاستمرار، إن لازم يبقى في آليات تخلّي الموضوع ده يستمر، أوكي، وعشان أصعّبها عليكِ، المستمر من غيرك، إزاي أوكي. يستمر من غيره؟ يعني هو ده السؤال المهم جدًا بالنسبة لنا اللي كان في إسنا. أنا لو سِبت إيدي لو المشروع خرجت، ودي صعبة جدًا، لإن إمم. إحنا بنشوف مشروعات بتستمر لمُدَد طويلة جدًا، وبمجرد ما باسحب منها التمويل بتنهار كل حاجة. إحنا اشتغلنا في نفقات كتير بدون ذكر أسماء يعني عشان بس ما نبقاش بنلوم حد أو بنصطدم بحد، ولكن إحنا فشلنا في حاجات كتير أوي، يعني مشروعات إحنا كنا حريصين عليها ونجحت وخدت جوايز وبتاع وفشلت، إمم. يعني ما حصلّهاش صيانة كافية، المناطق تدهورت بعد ما اشتغلنا فيها، ده أنا أحافظ عليها، ده ما حصلش، إن افتراضات إن هيحصل نمو اجتماعي واقتصادي ممكن آه، أنا يكون حصل، هاكلمك على حاجات بس زي في كده. اتجاهات عكس اللي إحنا تمنيناها إلى آخره. إمم. قِسنا كان وبالذات كمان التعامل مع الجهات الحكومية، إن النهارده إزاي نصل لمفاهيم مشتركة، إن على الأقل بعد ما نمشي الناس إحنا عندنا نفس قِسنا كانت التحدي ده بالنسبة لنا، إن هي إحنا جايين من حاجات، نجحنا في حاجات وفشلنا في حاجات، وجايين نشوف إيه اللي ممكن نعمله مش نكرره، إمم. نحسّن في طريقة التعامل مع المكان بصورة بتبني على التجارب دي. ده خلّانا نمارس حاجات كتير جدًا مش موجودة في أدبيات التنمية بصورة مباشرة،
وممكن تبقى زي ضدها. مثلا الاستماع مثلا للسكان لا لا، حاجات المحليين، كتير، ولا حاجات زي كتير يعني زي ايه؟ الفكره ان مثلا المشروع ده لما تيجي تبصي في جوانب كتير قوي من اللي هي النهارده بنشوفها في مشروعات ليها علاقه بتتعمل في المناطق التاريخيه ما عملناهاش بدون تحديد حاجات، يعني اللي انا عايز اقوله علشان برضو ما الفكره ان احنا كنا براجماتيين جدا، عمليين جدا في هذا المشروع، ان احنا ركزنا على الحاجات اللي هي تقدر تدي تاثير واقصر وقت ممكن ان الناس تحس بنوع من التغيير، وبالتالي تبتدي تؤمن بالرؤيه دي وتبتدي ان هي تتجه ليها. تمام. وده خلانا عملنا حاجات كتير جدا مش موجوده، وده يمكن حتى اللي اشارت اليه لجنه التحكيم السيتيشن بتاع الجائزه، ان هو بيقول لك ان هو المشروع ده بصوره غير مسبوقه خد الحفاظ العمراني لمستوى اخر على مستوى العالم. ده اللي شافته لجنه التحكيم في ده، ان في ممارسات تمت في المشروع ده ما تمتش في حتت قبل كده. وده يخليني ارجع مثلا لمشروع في سنه 2019 كان مشروع المحرق في البحرين. كان في جوانب من التجديد والتحديث ممكن تكون متضاربه مع بعض المواثيق حتى بتاعت الحفاظ العمراني، ولكن غيرت مفاهيم في الفكر نفسه، في التعامل، نوعيه العماره اللي اتحطت جوه مكان زي المحرق، ولكن اتحطت بصوره فيها حساسيه شديده جدا وبتاع، ممكن تكون مختلفه عن تصورنا العام عن ايه اللي المفروض يتبني في مدينه تاريخيه. تمام. ولكن تاثيرها كان ايجابي جدا. تمام. التداخل ما بين عماره حدثيه جدا ونسيج تاريخي، ولكن يبقى في نوع من الوفاق ما بين الاثنين، ده كان حاجه قدمها مشروع المحرق بصوره فعلا غير مسبوقه. مشروع فايسنا اشتغل على اليات ان ازاي المجتمع هو اللي يقود في القصه دي وبصوره حقيقيه، يعني مش فكره ان احنا النهارده نشرك المجتمع ونعمل جلسات استماع. على فكره المشروع ده يمكن ده كده بقول من اقل المشروعات اللي اشتغلناها في حياتنا، كان فيها جلسات تخطيط بالمشاركه وشغل مباشر مع المجتمع والى اخره، لان ما حسيناش ان ده كان مفيد في الحاله بتاعت اسنا قوي. بالعكس، الشراكه تمت من خلال اطر اخرى تماما كانت جديده علينا، ان شراكه حقيقيه على مجال الاعمال، ان الناس ازاي تطور اعمالها، ان المجتمع يحس ان هو قادر يبقى هو اللي بيسوق في حاجه زي كده، فبالتالي الانشطه اللي موجوده هناك بالخدمات اللي بتقدم الى اخره كلها تتقدم من خلال المجتمع. انت بتقول انه مش هتكلم معاكم كتير، لا انا هوريكم ان في فايده هتعود عليكم من ان انتوا تكملوا في الحاله دي ممكن في مناطق تانية، يعني هي الفكره، يعني اللي انا عايز اقوله ايه، احنا كان عندنا ما يكفي من الخبره في المشروع ده بالذات، ان احنا نفهم ايه الادوات اللي تصلح وايه الادوات التي لا تصلح. امم و فجلسات تصميم بالمشاركه على سبيل المثال هي اداه، مش بالضروره هي افضل اداه في المحتوى ده. تمام. ممكن تبقى في مكان تاني هي انجح اداه، وبالتالي قدرتك على ان انت بقى عندك يعني زي ترسانه كده من الادوات قادره تستخدمي منها ايه وايه لا، وانك تختبري حاجات انت ما عملتهاش قبل كده. احنا اشتغلنا على حاجات عمرنا ما عملناها قبل كده في حياتنا، ولا كنا نتصور ان احنا هنعملها، قد ودتنا في سكك مختلفه، منها ان احنا رحنا فتحنا كونسبت ستور في اسم امم بعد فشل لمده سنه ونص في احد جوانب المشروع في التعامل مع البازارات اللي موجوده، ان احنا مش قادرين نحدث التغيير اللي احنا كنا متوقعين انه يحصل. عندنا افتراضات ان احنا لو اشتغلنا على الجوانب اللي ليها علاقه ببيع المنتجات الحرفيه اللي موجوده بطريقه مختلفه ممكن يبقى في عائد مختلف للمجتمع. ما نجحناش ان احنا نقنع المجتمع بحاجه زي كده. فرحنا فتحنا كونسبت ستور اول مره نعملها في حياتنا، ما عندناش اي خبره سابقه بفلوسنا الشخصيه، احنا في المخاطره بالكامل طبعا في حاجه زي كده. وكسب. نجحت النهارده بقى في منه اربعه، يعني نجح. فالناس شافت تجربه ناجحه. ونجح مع المجتمع نفسه، لان هو النهارده بقى في 12 بازار تاني اتبع نفس المنهجيه في ان هو يطور الطريقه ان هو بيبيع بيها. والنجاح كان وقتي، يعني بمعنى لان هم زي ما شافونا نجحنا بمجرد ما فتحنا، هم كمان بعد اسبوعين ثلاثه من التشغيل لقوا نفسهم ان هم بيبيعوا اضعاف. احنا عندنا معدلات وصلت ل 500 و600 في اليوم. يعني جولكم طبيعي. مثلا وقالوا لكم عملتوا ازاي، احنا عايزين نعمل زيكم، ولا حصل لا احنا ازاي؟ قعدنا سنه ونص بنتكلم معاهم ان احنا نحاول نغير. ده احد النماذج، يعني على سبيل المثال ان احنا ازاي ان احنا حاجه زي كده مشروع مدته انتهت في الحقيقه، كان مشروع تمويله لمده سنه ونص، سنه ونص خلصت واحنا بنحاول نقنع اي محل واحد انه يتغير، ما نجحناش. لما وريناهم على الطبيعه وان احنا مش يعني زي ما كانوا بيقولوا ووك ذا توك، يعني احنا مش جايين ننظر عليكم، ده احنا هناخد نفس المخاطره دي
وكل اللي احنا بنقوله هننفذه تمام على نفسنا، واذا وصلنا النتيجه انتوا قلدوا. هتشوفوا اعملوا شيء او نشتغل مع بعض إمم. ونتحرك. ده حصل في قطاعات كتير بقى، حصل في قطاعات ليها دعوه بترميم المباني، ليها دعوه بالشغل على الخدمات السياحيه من إزاي حصل محلات ترميم المباني؟ من يعني احنا دلوقتي مثلا على سبيل المثال خدنا احد المباني ورممناها، كان مبنى غير مسكون لفتره طويله جدا عمره اكثر من 100 سنه، وحولناه كان بتاع أحد السكان اه يعني اللي هو ساكن؟ خالي عيله، ملك العيله ومش مستخدمه، خدناه وعملناه اير بي ان بي تمام يعني او هوليدي هوم، ده اللي هو بيت وبيت فلفل فلفل على اللي أنا سبيل قعدت فيه. المثال، أوكي. واحنا بنستخدمه واخرين بيستخدموه، بس الناس شافت ايه اللي ممكن يطلع حاجه من بيت زي ده، فالنتيجه ان احد الاهالي النهارده بيعمل كده، بيكرر التجربه دي تاني تمام. فنادق على سبيل المثال اشتغلنا، غيرنا احد الغرف في الفنادق اللي كانت موجوده هناك، إمم. قعدت يمكن سنه او سنتين صاحب الفندق مش مقتنع ان هو يطور بقيه الغرف، لغايه ما ابتدى يتعامل انك هو خد دور فاضي عمل فيه جرب فيه عمل 7 غرف، وفندق تاني عمل نفس القصه دلوقتي ما 4 غرف. بتلاقيش حجز أصلًا. النهارده الفنادق دي فولي بوكت، وارتفاع في قيمه الدخل حوالي 600%. فهم بالعكس، ده النهارده هم اللي بيعملوا الكلام ده لوحدهم دلوقتي، يعني احنا احد الفنادق عملنا فيه 4 غرف، النهارده هو حد بيعمل 12 غرفه لوحده وخلصهم إمم. تمام. فده اللي كنا بنتكلم عنه، ان انت بتخلقي هذا النوع من الشراكات مع المجتمع ان هو يبتدي يقود ده لوحده تمام. عندنا مطبخ اخرى للسيدات في احد افراد المجتمع دلوقتي عايز يعمل مطبخ سيدات تاني في اسنا تمام، يعني احنا سعداء ان ده معدي للناس تمام، ومش محتاج ان هو، لان ده مش دور الدوله في الحقيقه، القطاع الخاص ليه دور مهم جدا في حاجه زي كده، والاهالي طبعًا. مهم ان هم يكملوا، احنا دور الدوله ان هي بتضع الاطار التنظيمي لده، وان هي بتقود المشروعات العامه، وهو ده اللي بتعمله، بتشتغل على البنيه الاساسيه، بتشتغل على واجهات المباني اللي موجوده في الشوارع، الكورنيش، تطوير المعبد، دي ادوار منوط بيها الدوله وبتقوم بيها بالكامل في اصلاح. لكن احنا بنتكلم بقى طب فين ده دور المجتمع والقطاع الخاص ازاي هيعمل ده؟ اللي بيساعدنا اللي بيعمل ده هو اهالي اسنا نفسهم، وهم القطاع الخاص بالنسبه لنا. دي احد الاختلافات في التعامل مع اسنا، ان دايما بنشوف مشروعات تقول ايه احنا في المجتمع وهنجيب بقى ايه اشراك القطاع الخاص، فنروح نجيب شركه مش عارف مين من القاهره، وفلان الاعلاني مش عارف من شركه سياحه مش عارف ايه. يمكن اللي كان مختلف في اسنا ان احنا شايفين ان المجتمع هو القطاع الخاص، إمم. ونجح إمم. نجح ده، لان احنا شفنا الاستثمارات اللي اتضخت من المجتمع اللي ما زالت مكمله يومنا هذا وقد كمل ان شاء الله تمام، هي اللي حركت مفهوم الخدمه السياحيه اللي موجوده في اسنا، اللي هي بتخدم المجتمع وبتخدم الزوار في نفس الوقت، كلها كمرافق بتخدم الطرفين. أهالي إسنا بترخوا بالجايزة؟ يعني أوصى. أكيد طبعا اتصلوا بينا وباركوا لنا، واحنا بنعتبر ان هي جايزه لينا كلنا، لان هم في جزء بقى يعني من الجايزة المالية يعني راح لهم بيروح للسكان المحليين نفسهم، صح؟ لا الجايزه الماليه هي جايزه للناس، يعني هي ضئيله جدا في الاخر، لان هي المشكله بتتقسم على مجموعه من المشروعات اللي كسبت السنه، وبعد إمم. كده 50% من الجايزه بيروح في الحقيقه لانشطه ليها دعوه بنشر الوعي او نقل التجربه بيتم، واللي فاضل بقى بيتقسم يعني على هم ما اطراف. خدوش الملايين دي كلها؟ لا خالص. هي جايزه ادبيه اكتر منها ماديه، وفي يعني في السنين الاخيره جرت العاده ان هو اصبح ان نص الجايزه بيروح في الحقيقه لانك تنتجي، ممكن تعملي كتاب ورشه عمل عن إمم. حاجه، أو منشوره معينه على حاجه ليها علاقه بنقل الفكره دي لاخرين، لان هو معظم المشروعات دي ما بيبقاش الناس اللي بيشتغلوا ده عندهم الوقت الكافي ان هم يكتبوا عنها في الحقيقه ايه الدروس المستفاده منها، ايه الحاجات اللي اتعلموها، التاكتكس اللي استخدموها في المشروعات بتاعتهم، الابروتش بتاعهم كان عامل ازاي. فدي بشوف ان الحاجه ليها قيمه، وهي قيمتها الحقيقيه ان هي تفضل تستمر بعد المشروع، يعني ما يبقاش مشروع فقط ولكن حاجه الناس تقدر تستفيد منها وانها تكررها في مناطق تانيه. آمم، نعلم تمامًا حساسية الدولة تجاه أي تمويل أجنبي. أنت يعني واجهك أي مشكلة من هذا النوع والّا ده نوع من المشاريع التي لا تثير أي جدل ولا تثير أي شكوك؟ يعني اي مشروع بيواجه عقبات، وطبعا كان يعني موافقات المشروع خدت فتره شويه، بس هو في الاخر زي ما حكيت، لان هو المشروع ككل بيتم في اطار اتفاقيه موقعه عليها الدوله، ده سهل امور كتير، لان النهارده احنا بنتكلمي على اطراف حكوميه شريكه منها وزاره السياحه والاثار في المقام الاول طبعا، فده
سهل في ان انت مش جايه بتتكلمي على فكره جايه من دماغك، دي حاجه في الاخر ليها process وطرق. بروسس، وليها كمان عايز اقول ايه ان يعني في اتفاق عام على ان ده التوجه مش في اسنا بالذات، ولكن في فكره التعامل مع المواقع التراثيه وتحسين ادارتها بهذا الشكل. ف هو خد المشاكل الطبيعيه اللي بيواجهها اي مشروع، ولكن في الاخر في مشروعات ساعات بتبقى ضد توجه الدوله اصلا، فبالتالي ممكن ما يتوافقش عليها، او ممكن تتم ما تؤديش للنتيجه المرجوه الى اخره. لكن في حالتنا كان التوجه العام هو التعامل مع في البدايه كان في إيه ممكن تكون و... مثلًا الصعوبات اللي أنت كنت بتواجهها مثلًا؟ يعني هل في حد مثلًا كان ضد هذا المشروع؟ طبعا هو مش طبيعي ان الناس كلها تتفق على نفس طب التوجه. يعني ممكن يكون مثلًا، يعني ممكن يكون إيه اللي يخلّي حد يبقى ضده مثلًا؟ يعني على سبيل المثال احنا الاثريين، اثريين مش القمرانيين مثلا، بيبقى دايما وجهه نظرهم ان هو عشان يحافظ على موقع تراثي ان انا افضي اللي حواليه. آه، يعني دي حاجه زي ما أنت موجوده في قُلت. القانون وبتاع آه. الكلام ده كله. إمم. فدي كانت احد الرؤى اللي موجوده ان النهارده الحل ان انا عشان ابرز معبد اسنا ان انا مثلا اهد كل حاجه حواليه، او ان انا افتح الطريق اللي رايح له الى اخره. إمم. ولكن ده لان هم مش شايفين بدائل اخرى، آه. ما بيطرحش بدائل اخرى، او حتى البدائل الاخرى دي لما بتطرح بصوره نظريه جدا. إمم. لما حصل ان بقى في حوار وفي الناس شايفه امثله ايجابيه موجوده، بالعكس ده هم مش فقط يعني وافقوا، دول عايز اقول ان هم كانوا اساس كبير جدا في نجاح المشروع. إمم. يعني كل الزملاء اللي اشتغلنا معاهم وزاره السياحه والاثار او محافظه الاقصر او الاهالي كانوا ركيزه اساسيه ان المشروع ده يتحرك لقدام. إمم. ان هم ابتدوا يؤمنوا ان تراث اسم ده مش فقط المعبد مهم وكل حاجه، بس هو تراث مركب جاي من تراكم لطبقات من التراث القبطي والاسلامي واليوناني الروماني وتراث حديث وعادات وتقاليد الى اخره. وهم لما وصلوا لهذه القناعه بالعكس، يعني احنا في قرارات طلعت من وزاره الاثار بدون تدخلنا اصلا، يعني إمم. تحافظ على المكان وان هي تطور المكان وتضع ضوابط للتنميه في المكان بصوره كبيره. انا بشوف ان ما فيش مكان في مصر يمكن طلع له آه الشغل اللي عملتها الهندسيه في المخطط التفصيلي. إمم. احنا ما كناش نحلم بده اصلا، يعني إمم. ان احنا نشوف حاجات بده. النهارده لما الدوله بتضخ 500 مليون جنيه في، وممكن يزيدوا كمان، في تطوير منطقه الكورنيش وتطوير المنطقه اللي حوالين المعبد، دي كلها حاجات احنا ما كناش متوقعين ان هي هتحصل وحصلت. إمم. تمام. فبالتالي بس اللي حصل ان انت وريتي للناس واشتغلتي معاهم، مش فقط ان احنا جايين ننظر عليهم، لا، نشتغل ايدنا في ايدين بعض إمم. في ان احنا نوجد حل لمشكله عندهم وموجوده جوه المدينه، وعايزه ان هي يتحسم الرؤيه اللي فيها. إمم. المخطط التفصيلي اللي صدر يمكن اعتقد صدر سنه 22 او 23 على ما اتذكر، بس ده جه بعد خلافات استمرت حوالي 14 سنه عن ايه اللي يحصل في قسط. إمم. وجود المخطط التفصيلي اللي هو انتج من خلال الدوله هو اللي حسم حاجات كتيره جدا، ان النهارده هو اللي ادى عايز اقول التوجه ان الدوله النهارده بتطور المكان بناء على وثيقه معتمده كل الاطراف متفقه عليها. ده ممكن ما يحصلش في مناطق تانية، ولكن احنا كان حظنا جيد ان هو حصل في استاد إمم. نتيجه ان خد. لو بنتكلم على الصعوبات، اكبر صعوبه انا بشوفها في المشروع ده دايما مش هتعرض للصعوبه، بس اكبر صعوبه اللي هي خدت مننا سنين من العمل هو الوصول للرؤيه المشتركه دي. تمام. يعني إن النهارده ان احنا طبعا كل واحد ليه تخيلاته عنه، ولكن النهارده لو اتكلمنا هنلاقي ان كل الاطراف في هذا المشروع شايفه ان اسلا دي مكان فيه تراكم لحقب تاريخيه مهمه، وان هو فيه الكثير من الاصول اللي هي محتاج ان هي يكشف عنها ويحافظ عليها، وان هي تصلح تبقى نواه لتنميه اجتماعيه واقتصاديه شامله. ونقطه شامله دي نحط تحتها 20 خط. تمام. شامله بمعنى ان هي انكلوسيف، او ان هي شامله للمجتمع وللدوله ان هم يقدروا يستفيدوا منها ومن النتائج بتاعتها. ودي من اصعب الحاجات اللي في هذا المشروع، زي المجتمع والدوله اللي طرف في ده ويستفيدوا استفاده مباشره منه. تمام. ودي طب يعني الحاجات اللي نجح تطوير فيها المشروع. المجتمع اللي أنت بتتكلم عليه أو التحول الاجتماعي ده كان له طبعًا مظاهر، هل ممكن مثلًا سريعًا كده تحكي لي مثلًا عن هذا التحول الاجتماعي في أسرة أو 2 مثلًا في في قصص اسمك؟ كتير يعني منها ليها علاقه ب اولا مثلا قرار عدد كبير من الاهالي ان هم يعيدوا التفكير في المكان زي منطقه البربع، او اللي هي المنطقه المحيطه بمعبد اسيا. يعني النهارده يعني طبعا احد الناس الجميله اللي كانت هناك، يعني الله يرحمه، كان
حاج اسماعيل الانصاري كان من الناس اللي كانت مثلا موجوده عندها محل في هو توفي قريبا يعني عليه رحمه الله. كان ليه بقى محل مهم قوي موجود في سوق الاسريه. سوق الاسريه لما جينا نشتغل فيه هو سوق مغطى، ولكن جزء ده من سوق الاسريه كانت تدهورت بصوره كبيره جدا. وهو كان من يعني المحل المشهوره جدا. هو كان بيشتغل في المنسوجات، وراجل يعني من حسن خلقه ويعني لسانه حلو مع الناس. كان بيجي له زباين من الاقصر لاسوان، يعني يجوا اسنا عشان يشتروا منه منتجات وحاجات زي كده. وكان المحل بتاعه في الاسريه كان من اواخر المحلات خلاص المتبقيه في الاسريه، لان معظمها قفل، المكان عمال يتدهور ويتداعى. وكان قرر بالفعل ان هو ينقل من المكان. لما شاف التطوير اللي حصل ده ابتدى يعيد تفكير، فضل في المكان بتاعه، بالعكس وسع المحل وكبر تجارته هناك. وده كان من احد الدعائم الرئيسيه اللي ساعدتنا في ان احنا نوري الناس ان في تغيير بيحصل، وجهه نظر الناس عن المكان بتتغير. في ناس كتير جدا اشتغلت معانا في العمل نفسه في الترميم، منها ناس اشتغلت بصوره مباشره كمرممين. النهارده منهم اللي سافر السعوديه بقى شغال في العلا وشغال في الدقايه ومش عارف ايه. ابتدى كمهندس مدني، خبرته في الترميم ما كانتش على هذا القدر، ولكن لما اشتغل وبنى قدراته في المشروع غير مساره في اتجاه محدد. احد المرممين برضو الزملاء معانا منهم بيشتغلوا حتى في اهالي ابتدت تهتم ان هي ترمم. عندنا مئذنه تاريخيه ملك الاهالي ترممت من خلال المرممين اللي اشتغلوا معانا في المشروع والعماله اللي موجوده. احد الناس النهارده بيشتغل على واحد لسه هسألك برضه إنه بيوضب. البيوت اللي هي بتاعة السكان يعني، هل فعلا الناس ابتدت تهتم بإنها تحسن شكل البيوت بتاعتها من بره؟ بص ده هيتحرك لسه تدريجيا. يعني احنا تاني احنا لازم نبقى فاهمين التغيير بيتم ازاي. في قطاعات معينه بتتغير، بمعنى النهارده قطاع الاقامه بتغير، تمام، الناس ابتدت تشوف التغيير ده في كفنادق على سبيل المثال. قطاع التجزئه، المحلات نفسها، ده قطاع خلاص بقى فيه ديماند النهارده ان الناس عايزه، بالعكس بيقول لنا وعايزين يطوروا محلاتهم الى اخره. واحنا كنا شايفين ان احنا الوسيله بالنسبه لنا ان احنا نقتحم بقى قطاع المباني السكنيه، ان احنا نوري الامكانيه بتاعت تطوير حاجه زي بيت فلفل ممكن توصل ليه. تمام. والهدف مش فقط ان إن القصه دي تتحول كلها لاير بي ان ولا بتاع. الهدف بالعكس ان بنوري ان المباني السكنيه دي اذا استثمر فيها بالطريقه الجيده، تمام، واذا ترممت بطريقه فيها نوع من المراعاه لاصول الترميم وعلاقه والمواد المستخدمه في المباني دي، تقدر توفر لنا جوده حياه ما تقلش، بالعكس تفوق ممكن على مباني كتيره جديده دلوقتي بتنشا عندنا. فده محتاج توري الناس مثال. بيت فيلم كان مثال بالنسبه لنا ان ده يحصل، وشايفين تبعاته النهارده ان بقى فيه اهتمام بده. انه احد الناس من الزملاء من هناك في اسلام بيشتغلوا النهارده بيرمموا بيت تاني، وهي ورا تالت ورابع وخامس. دي الفكره. المطبخ المجتمعي بتاع او مطبخ السيدات اوكرا ده من انجح التدخلات اللي تمت، اللي يعني النهارده الناس عايزه تقلده سواء في اسمها او غيرها. تمام، يعني شايفين ان نجاح التجربه نفسها، واللي هي اثرت بصوره مباشره على حياه كل اللي شغالين فيه، من ناحيه إنه فرصهم للعمل، ان هم كناس حاسين ان هم بيساهموا بصوره فاعله في اقتصاد بلدهم، مكان الناس تفخر ان هي تروحوا سواء من اهالي البلد او من الزوار. كل دي تغيرات حصلت. احد البازارات مثلا، انا حتى ساعه لما كنت بشتغل على احد المخيمين من الجايزه دي، احنا كنا بنسمع قصص ما كناش نعرفها. يعني لقينا ان احد البازارات النهارده بيشتغل مع اكثر من 70 ست عشان تورد له المنتجات بتاعته. هو خلق شبكه كبيره جدا من التوريد في المكان، ما كناش نعرف ان ده حصل يعني على سبيل المثال. ففي تغيرات بتحصل. يعني نقدر نقول إن هي عاملة زي يعني كرة السير صابونه يعني. يعني في انتظار مزيد من التطور يعني. أنت كنت حكيت لي على عصام وخالد عم يني، آآ في حكاية كده لطيفة أحب. يعني في بازارين هم اللي كانوا اول بازارين ابتدوا معانا، كان سيبا. وكان سيبا يعني نجمه بالمصري القديم، وده قرر ان هو ينتقل من العاديات، الحاجات اللي هي اللي كانت التحف العاديه والكلام ده، ليه ان هو يتخصص في الالاباستر والخشب. الخشب من حجاز ومن هنا، والالاباستر طبعا من الاقصر. وده احد الحاجات اللي كنا بنشتغل عليها، ان المحلات تبقى اكثر تخصصا واكثر علاقه بالمنتجات التقليديه اللي في الصعيد فعلا. ما يبقاش إمم. بيبيع حاجه صيني ولا حاجه مستورده منين، حاجات بتاعتنا احنا. إمم.
وفي الأستاذ عصام كان برضه عنده محل سماه خدوم، اللي هو على اسم إله خدوم، إله المعبد بتاع اسمه، متخصص في النسيج. وعمل كذا حاجة، منها إن هو علم ابنه الحرفة، فبالتالي بقى في توارث للمهنة. جاب أحد الدوالين اللي هم يعني الكبار اللي في اسمه، في للأسف يعني ما تبقاش يمكن غير 3 أو 4 بالظبط. فبالتالي ابتدى يحاول يعيد إحياء المهنة ويعيد إحياء بعض المنسوجات اللي هي ما عادتش. كانت بتنتج حاجة اسمها النشرة على سبيل المثال، خاصة الإسلام، كانت توقفت يعني آخر. اسمها ايه؟ النشرة. مش النشرة دي آخر حاجة احنا شفناها كانت في الستينات، كنا صور ليها سنة 65، وتوقفت. في قطع موجودة منها النهاردة بيعيد إنتاجها تاني فهي اللي هي ايه بقى النشرة؟ هم اليوم مجموعة من يعني في كذا رداء للسيدات، في حاجة اسمها الحبرة والفرخة والنشرة، الثلاثة دول مشهورة بيهم اسم. بس الحبرة والفرخة ما زالوا بيتلبسوا بيستخدموا لغايه يومنا هذا. مصر طبعا يعني اندثرت. هي فابتدت ترجع تاني. ابتدت ترجع كصناعه، يعني لان هي كانت مم. حاجه ابتدى بقى ان الناس تشوفها فتطلب، طب انا عايز من دي قطعه، فابتدى يبقى في طلب عليها تاني، فده ابتدى يحيي شويه حاجه كانت شبه اندثرت. نفس قصه في الاكلات في اوكرا على سبيل المثال، مم. النهارده كانت خاصه باسنا نفسها، مش حتى مش موجوده لا في الاقصر ولا موجوده في مم. مصر على سبيل المثال. دي كلها نماذج لحاجات أعيد استكشافها تاني، وإن هي تتقدم بصورة جديدة. يعني ده كان مهم في مكان. هل في تمويل تاني جاي لإسنا من أمريكا يعني، ولا خلاص كده؟ لا ما أعتقدش، لأنه طبعا معروف إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يعني تم حلها تقريبا في أغسطس 2025. بس إحنا مش معتمدين على التمويل ده بقدر ما إن إحنا شغالين دلوقتي من خلال إن بنشوف استثمارات القطاع الخاص بتتم في المكان ده إزاي، وده اللي نأمله إن هي تستمر بدون هذا الدعم. إن هي وجود طبعا الشغل اللي بيتعمل من خلال محافظة الأقصر والدولة بيسهم بصورة كبيرة جدا في تطوير البنية الأساسية والطرق دي كلها حاجات بتساعد بعض. بس هي المشاريع اللي هي الاجتماعية اللي حصلت في إسنا هي اللي خدت أكبر جزء من الدعم يعني اللي هو لا، المالي، ولا؟ الجزء المالي طبعا بالضرب بالتأكيد راح أكتر للحاجات اللي هي اللي ليها دعوة بالترميم، الشغل الفيزيكال نفسه، لأن ده بطبيعته بيستهلك تمويل، منها تطوير خدمات معبد خلوم، منها ترميم وكالة الجداوي، ترميم سرية، ترميم حوالي أكتر من 12 وجهات ل 12 مبنى. شغل في حاجة في منطقة المطاعم، تطوير أحد الاستراحات هناك. فده عادة هو اللي بيستهلك الجزء الأكبر، سواء من ناحية عمالة أو خامات أو أيا كان. المشروعات الاجتماعية والاقتصادية كانت مشروعات مهمة جدا، بس مش بالضرورة إن هي بتاخد هذا القدر من بس الاثنين مش منفصلين عن بعض في الحقيقة. يعني الفكرة أنا ما كانش ينفع أشتغل في اسم بصورة تنمية اجتماعية واقتصادية بس، وكل حاجة متدهورة وبتنهار، ولا ده أنا أرمم فقط وأسيب المجتمع ده من غير ما نشتغل مع بعض، أو ونعتقد إن الأمور هتمشي تمام. ده ما بيحصلش تمام. ده الفكرة الانتجريشن أو التكامل ده، دي كانت نقطة في غاية الأهمية في المشروع ده. ممكن تحكي لي على إزاي تطور يعني عمل الرحلات السياحية في إسنا بناء على تطور المشروع، يعني إيه التغيير اللي حصل؟ في نقطة مهمة في المشروع ده اتعلمناها، إن إحنا لما نبص على السياحة بالذات في مكان زي الصعيد لازم نفهمه في إطار إقليمي شوية. على الإقليم ده، مش الإقليم الأكبر لمصر، ولكن إقليم في صعيد مصر عامل إزاي، ولازم نفهم المسارات بتاعت السياحة تمشي إزاي. مم. إحنا معظم المسارات، أغلبها مش كلها بس أغلبها، بيتحرك ما بين الأقصر وأسوان. مم. خلاص. سواء من مراكب نيلية، معظمهم طبعا على مراكب نيلية أو ذهبيات، وفي قدر أبسط بكتير جدا ممكن يكون على الأرض أو إلى آخره. فبالتالي لما جينا نشتغل في إسنا، ده كانت أحد الحاجات المهمة في التعامل مع المكان، وده يمكن من سنة 2009 وإحنا بننادي بيه إن في إشكالية عندنا في الصعيد، إن إحنا بنختزل التراث كله لفقط المعابد والمقابر. مم. فيعني كنا احنا دايما لما بنعمل برزنتيشن المشروع حتى بنوري خريطه من احد الادله السياحيه، هو عمال يطلع المواقع اللي موجوده في الصعيد هي عباره عن معابد معابر معابد فقط، كأن مفيش مدن ولا في مجتمع ولا في طبيعه ولا مم. بيئه ولا اي حاجه. وده غلط تمام، مم. لان انت النهارده مصر عندها ثراء شديد جدا، وعندها منتج متنوع جدا واصيل تمام تقدر تقدمه. احنا بنختزله في حاجات بسيطه جدا، وبنختزله في نموذج السياحه انا من وجهه نظري عمره 150 سنه او اكثر، اللي هو السايت سينج. انا النهارده او ما نسميه بالسياحه الاثريه.
واحنا عندنا للاسف نتيجه ان مصر يعني محظوظه بان عندها قدر كبير جدا من المواقع الاثريه، التركيز في الحقيقه على احنا بنعتقد خطا ان السياحه الثقافيه هي السياحه الاثريه. السياحه الثقافيه دي ان انا اروح لمواقع اثريه، ده جزء صغير قوي ممكن ما يبقاش موجود حتى في السياحه الثقافيه في الحقيقه. إمم. لما اشتغلنا في 2009 لقينا الاتي ان النهارده احنا عندنا مدينه هي تقع 60 كيلو بالظبط او 57 كيلو جنوب الاقصر. تمام. وعلى حركه السياحه هي في موجود الاقصر، عندنا اسنا ادفو كومومبو اسوان، وبعد كده عندنا معابد فيلة في سوري اسف في ابو سمبل في الجنوب طبعا. والحركه السياحيه كلها ماشيه ما بين القطبين دول اللي هو الاقصر شمالا جنوبا لغايه اسوان وممكن لابو سمبل خلاص. فبالتالي اللي كان حاصل ان المراكب النيليه اللي بتتحرك دي اللي لقيناه في سنه 2009 كان حوالي في 350 سفينه بيتحركوا في الاسبوع ما بين الاقصر واسوان، اللي كان بيقف فيهم في اسنا 13. عم نتكلم على رقم ضئيل جدا جدا من المراكب لبعض الناس اللي كانت مهتمه بالمعبد. ولازم نتخيل ليه المعبد ده ساعتها ما كانش عنصر جذب خالص، لان اللي يشوفه النهارده ده ما كانش وضعه من 4 سنين او حاجه زي كده. آه أنا عارفة حتى إن الوصول ليه كان صعب يعني الوصول ليه كان بالبازارات، يعني كان في إمم. معوقات كتير، بس هو المعوق الاكبر من وجهه نظري كان الطريقه اللي احنا بنعرف بيها اسم او اللي شايفينها ده هي عنصر الجذب في المدينه او الكومبetitive ايدج، الميزه التنافسيه بتاعتها كانت عامله ازاي. دي كانت فيها الخلل، وده اللي كان الركيزه الاساسيه للمشروع. اللي كان حاصل ان في قناطر اتبنت في اسنا اعتقد سنه 1906، والقناطر دي كانت بتعوق حركه السفن لان هي كنا لازم تعدي من مسار ضيق جدا، فكان ممكن السفن تنتظر ما بين الاقصر واسوان ومع حركه السياحه لحد من 8 ل 12 ساعه عشان تعدي. فبالتالي كان كل الناس بدل ما تقعد على المراكب بتنزل، كان في حركه بقى الناس تركب فلاطير وتنزل تزور المدينه، تلف في الاسواق او ان هي تشتري حاجه او تزور المعبد الى اخره. محتاجين ان هم يملوا الوقت ده بحاجه. في سنه 97 الحكومه المصريه والحكومه الايطاليه تعاونوا مع بعض وبنوا اللي هو الهويس اسنا الجديده او القناطر الجديده، ودي طبعا طورت الحركه هناك، فبالتالي اصبح في سرعه في حركه السفن، بقت السفينه ممكن تعدي في تلت ساعه. فالناس ما بقتش تقف. فاصبحت اسنا دي برنامج اختياري. طيب، زائد ان المسار من الكورنيش للمعبد كان بيمر بالبازارات، تمام، وبالتالي كان في بعض السلوكيات طبعا اللي هي كانت ممكن تضايق الناس في الزياره، او ان الناس شايفين ان ده مشوار ماشي طويل، والمعبد نفسه طبيعته ان هو تحت الارض، وكونه معبد صغير جدا ان هو قاعه واحده موجوده، وفي الوقت ده ما كانش اتربى معبد يتجاله من اخر الدنيا يعني بعد الترميم اللي حصل فيه، ولكن في الوقت ده كان السقف ده له اسود كله ده، وبالتالي ما كانش حاجه جاذبه. فكنا بنقول طيب انت النهارده لو فكرت حطيت يعني بافكر نفسك ساعات لمّا شُفت الشكل بتاع المعبد، الألوان هي مذهله، يعني بس ده برضه لوحده مش كانت كافي على عاملة فكره. إزاي يعني دي بقى لمّا كان لون، كان هي في فتره من الفترات كان لونها اسود تماما، كان عليها طبقات من الاتساخات الى اخره. بس لو انت حطيت نفسك مكان السايح، السايح ده خارج اللي هو جاي من الاقصر، خرج من ساعتين ثلاثه حاجه من الدنيا، خرج من كرنك يا خرج من وادي الملوك يعني او البر الغربي، فشايف حاجات مذهله. فانا النهارده عشان اقنعه اقول له طب تعالى بقى بعد انت لسه راكب المركب وهلكان بقى طول اليوم، تعالى ده انا هفرجك على القاعه دي، وهنمشي في السوق وهننزل بقى 7 8 متر تحت وتطلع السلم تاني هينزل ليه يعني؟ تمام. في اطار ان احنا عندنا ادفو من اكبر المعابد المكتمله في الحضاره المصريه وضعنا ديراني روماني، وعندنا كومومبو في كميه خدمات كبيره جدا سواء للاهالي او سوري الزوار او العاملين على السفن، واسوان طبعا بما تقدمه من منتج مختلف. فلما نيجي نقول ان هنروج اسم على انها معبد مش هتنجح، تمام. وده اللي احنا كنا بنقوله ان النهارده لازم يبقى في رؤيه مختلفه للمدينه دي. تجربة اثر كاملة بقى مش معبد بس. الاثر في الاسم هو المدينه والتجربه. المعبد جزء منها، ولكن هي بتقدم اكتر بكتير، وبتقدم حاجه مش موجوده في هذا الأخير. مفيش مدينه تاريخيه موجوده على هذا الخط بقوه وتنوع وثراء اسم. وعشان ده يحصل لازم فهمنا عن المنتج ده يتغير. لما ده اتغير المشروع نجح في ان هو يضاعف عدد زوار المدينه من 350 ل 400% في فتره قصيره جدا، كان 3 او 4 سنين. ودي كانت اسرع مقاصد السياحيه على الاقل في الصعيد نموا في مصر، يعني يحصل هذا التغيير. وابتدى يحصل نوع من التغير كمان في مده الزياره، كان الناس تيجي نص ساعه ثلث ساعه، عندنا ناس النهارده بتقعد بالثلاث واربع ايام في اسنا، وفي ناس بتقعد يوم كامل
واصبح في تغير في نوع الزائر كمان، ان بقى عندنا ناس مهتمه اكتر بالسياحه الحقيقيه الثقافيه الحقيقيه، اللي هو انه عايز يختلط بمجتمع، عايز يعيش في مدينه ليها طابع مختلف، يلف في العمران بتاعها، ياكل من اكلها، يقعد على القهاوي، يشتري من المحلات، ان في احتكاك حقيقي، مش اللي هو داخل تلت ساعه مهما وخارج. تمام. وبقى في اهتمام كمان بالاختلاف في المنتج نفسه، بقى اصبح ان النهارده بنشوف حتى المراكب بقى في جزء كبير منها بيلف جوه المدينه. ده كان يمكن بيحصل زمان قوي لما الناس كان عندها وقت واختفى في فتره في فتره، لكن ده بقى ابتدى يرجع تاني. طب ده بيؤدي لايه؟ بيؤدي ان النهارده بقى في فرصه للاحتكاك ما بين الزائر واهل البلد، سواء ده قاعد او مقيم، فبيتعرف على الناس ويتكلم معاهم، يعني بتاع الكلام ده كله. يعني انا اصدقاء ليا كتير لما بيزوروا اسنا، بلاقي ان هم مش فقط رايح ياكل في مطعم، هو بيتكلم مع الناس وبيعرف قصه حياتهم ايه، وبيختلط بده وبيعرف ده، ويعني يبتدي بيتكون علاقات انسانيه مفتقده شويه في نوع السياحه اللي احنا بنشوفه او متعودين عليه في مصر، اللي هو بنسميه في الحقيقه الكليف تورز. الكليف تورز يعني ان السائح بيجي للاسف في حاجه اسمها اول انكلوسيف باكج، بيجي من المطار يركب اتوبيس بتاع شركه اكس، إمم. يقعد في الفندق بتاع شركه اكس، يرجع تاني على المطار، يروح الاقصر، يركب المركب بتاع شركه اكس برضه اللي هي عليها بازارات شركه اكس، تمام، إمم. ومطاعم شركه اكس، وياخد الرحله بتاعته ويرجع من غير ما يحتاج بمصريين. إمم. اسبوع كامل ممكن يقضيه في مصر، ما بيتعاملش غير على الناس اللي بتشتغل في شركه اكس، إمم. بس هو ما بيحتكش بالمجتمع خالص. تمام تقريبا، يعني لان هو العلاقه هي علاقه تبادليه كده، هشتري منك حاجه هبيع لك حاجه إمم. وخلاص والسلام عليكم. ما فيش حوار بيحصل في كده، وده الاساس بتاع سياحة جافة جدًا. السياحه الثقافيه في الحقيقه ليها دعوه باستهلاك التجارب والخبرات ما تقدمه ثقافه ما. إمم. لان انا مش جاي من بيتنا عشان اقفل على نفسي اوضه او قاعد في اوضه فندق او مركب انا جاي عشان اعرف الشعب ده بيفكر ازاي وبيعيش ازاي ومعتقداته ايه وتقاليده ايه الى اخره، واتعلم منها وممكن افيده في حاجه ويفيدني في حاجه. ده ما بيحصلش في حاجات كتير، وده اللي احنا حاولنا نغيره من خلال هذا المشروع، ان هو انه قلنا ان احنا اذا بغينا على المقومات اللي موجوده دي ممكن يحصل زياده واختلاف في عدد الزوار، بس كمان الشطاره ان ازاي ده يحصل بصوره شامله للمجتمع. هو دي الصعب، إمم. ان هو ازاي اللي يبقى مستفيد هو المجتمع بصوره مباشره، ان اللي بيحصل إن الانفاق نفسه ما بيروحش للمجتمع، بيروح لاطراف قليله جدا فيه. ازاي اوسع الفايده دي، وازاي الناس تحس ان هي بقت جزء من هذه المنظومه إمم. وبطريقه فيها فخر باللي هم بيقدموه. ده كان يمكن التحدي الرئيسي اللي في المشروع. إمم. طب أنت وإحنا بنتكلم قُلت طبعًا يعني جِبت سيرة أوكرا كتير أوي، و وإحنا كلنا في أوكرا، والتجربة بتاعة أوكرا دي يعني ملهمة جدًا، جدًا. ممكن بقى من أول الحكاية كده بتاعة أوكرا كلّها لإن دي مهمة أوي؟ طب اوكرا ليه؟ يعني هو هو بداياته ما قبل اسمه ليه أوكرا أصلًا؟ هقول لك ليه اسمه. آه. احنا بنتواجد في المناطق اللي احنا بنشتغل فيها، يعني احنا ممكن في بدايه المشروع كنا بنقعد بالاسبوعين والثلاثه في، مش انا شخصيا عشان بس إمم. انا كنت ممكن اروح اسبوع 10 ايام الى اخره. بس طبعا كان لينا فريق عمل موجود هناك وعايزين ياكلوا. إمم. آه، فما كانوا فيش عايشين فين حاجه أصلًا بقى في الوقت ده؟ في. قبل بيت فلفل بقى وقبل لا لا، دي كان كلّها؟ في جزء مقيم في الاقصر، وفي جزء من اسنا نفسها من اهالي البلد. التيم بتاعنا او الفريق كان فيه ناس كتير جدا من اسنا، وده بلد من خالص، جوّه إسنا بلد نفسها؟ من اسنا نفسها، أوكي. عايزين ناكل. تمام. آه. آه مفيش بدايل كتير عندك هناك. تمام. فابتدينا، كان احد السيدات ابتدت تعمل شوربه عدس، إمم. واسمها مشهوره بالعدس، وكان إمم. يعني يمكن احلى الاكلات اللي ممكن تاكليها في حياتك. العدس عدس اسمه إيه؟ عدس ام اشرف، نسيت إمم. اسمها ام اشرف، ربنا يمسيها بالخير. وبعد كده ويكا وعيش شمسي بتاع. فابتدى يبقى عندنا دلوقتي في حاجات اهي من البلد نفسها، وجبنه قديمه بقى ومش وحاجات زي كده. بس ما فيش مكان، لدرجه ان بقى بيجي لنا ساعات ناس عايزين ياكلوا عندنا في المكتب، يعني فاهم، إمم. واي حد بيجي لنا لازم نستضيفه في المكتب الى اخره. فاصبح ان احنا شايفين طيب في بعد مهم في الجانب ده. فابتدينا بان احنا عملنا حاجه اسمها تابليت اسنا. عملنا مجموعه من الفيديوهات بتشرح وصفات اكل، منها مثلا حاجه اسمها سمك بسخيده، العدس، شوربه العدس، الويكا الى اخره. كان الأولانية اسمها إيه؟ ايه أول أكلة قُلتها؟ سمك بسخينه، سمك؟ بسخينه. أوكي.
ف وكلها اكلات بتتقدم في اوقات مختلفه يعني. سلسله الفيديوهات دي نجحت تمام، كان في رمضان احد السنين نزلناها، وبعد كده ابتدينا طيب النهارده نبتدي ان احنا عندنا استضافات لناس كتير عندنا مين اللي تحصل. كان بيعمل بقى الفيديوهات دي؟ السيدات؟ المشروع اللي عمله يعني انتوا كنتوا بتشرحوا الاكلات يعني؟ يعني كويس، كنوع من التوثيق ونشر المعرفه بيها. اوكي. وبعد كده حاولنا ان احنا نبتدي طبعا ان احنا عارفين ان القطاع الاكل التقليدي ده هو المحرك رقم واحد النهارده للسياحه الثقافيه، طبعا عنصر مهم جدا. طبعا. فقلنا طيب ازاي هنقدر نشتغل على حاجه زي كده، وان احنا نحولها لحاجه بقى مش خاصه بينا احنا بس، اللي الناس بتيجي تاكل عندنا في المكتب، بتاع يبقى في المجتمع نفسه يقدر يستفيد ازاي، وتبقى حاجه استخدام بعد احنا ما نمشي. امم. فاشتغلنا على فتره لتوثيق الاكلات التراثيه. ده بيواجهه بعض الصعوبات، اولا ان هو بياخد وقت طويل، ونمره اتنين المجتمع في بعض الاحيان مش بيقول كل حاجه عنده. يعني انت لو رحتي عند حد في البلد او اي حاجه هياكلك بط وفراخ ومش امم. عارف ايه وبتاع الكلام ده كله، بس مش ده اللي بياكلوه كل يوم، مش هاكلك الاكل اللي بياكلوه كل يوم. هو امم. بيعتبر ان دي عيبه ان هو يعمل حاجه زي كده، لازم يضيف. فعشان توصلي هم بياكلوا ايه كل يوم، او ايه الاكلات اللي كانت عندهم مختفت، دي عمليه مش سهله يعني، وخدت وقت. يعني هو كضيف عايز يقدم لك احسن ما عنده ده طبيعي كرم يعني، ده يعني. انت لما الطبيعي. هيجي لك حد مش هتاكليه انت بتاكليه كل يعني، كمان اللي اذا كان حد من قرايبك، حد يعني متعوده عليه وبتاع، حتى بتكرميه يعني. فده طبيعي، والناس عشان تذكر الوصفات دي بتاخد وقت، عمليه طويله. ليه بقى؟ طويله لان انت عايزه النهارده، هم اولا بيفلتروا هيقولوا لك ايه مش هيقولوا لك ايه، فاهم؟ وفي نفس الوقت كمان ممكن اللي نسي، وممكن يعني، وهتوصلي لعدد ناس قد ايه في الاخر برضه مهما بتعملي يعني. ف شيرين زميلتنا اقترحت ان احنا نعمل مسابقه طبخ، امم. واعلنا عنها لان احنا كان في صفحات طبعا، عارفين صفحات سوشيال ميديا كتير في المدينه، والمسابقه دي تحولت بقى لحاجه قوميه على مستوى احنا لقينا عدد كبير جدا من السيدات متقدمين. وكان الشرط الرئيسي ان هو السيدات المتقدمات يعملوا 3 اطباق يعني 3 كورس ميل، بشرط واحد ان هم يبقوا وصفات من القسط، يعني مش عايزين بيتزا، مش عايزين مكرونه بالبشاميل، مش عايزين مش عارف ايه الكلام ده كله، عايزين اكل من بتاع. اكل من اه. بتاعهم. اوكي. اعتقد انا بتذكر يعني تقدم اكتر من حاجه 80 سيده، اتصفوا لغايه 40 سيده اللي هم انطبقت عليهم الشروط. و متوقعين العدد ده كله؟ لا كنتش امم. متوقعين العدد ده، ولا متوقعين الاقبال اللي كانت السيدات بيجوا عائلاتهم بقى يعني حتى خدنا مكان محترم مكتب عشان نعرف نعمل المسابقه دي. وصلوا ل 13 سيده، دخلوا اللي هي المرحله الثانيه. اتعملت المرحله الثانيه في الاقصر في احد الفنادق المهمه، وكان فيها لجنه تحكيم فيها شيفات محترفين والى اخره، وكسب 3 سيدات. تمام. انا بحاول اتخيل الاجواء بتاعت المسابقه، هل يعني انها كانت اجواء لطيفه جدا. فيستيفال يعني؟ فاحنا استفدنا اولا ان الناس حسوا ان هم عملوا حاجه خاصه بيهم، ولكن احنا كمان وصلنا لمجموعه من السيدات اللي عندهم القدره ان هم سيدات عمرهم ما اشتغلوا في هذا المجال بصوره احترافيه يعني، ولكن عندهم الرغبه وعندهم المعرفه بالطرق الطبخ بتاعتهم. واشتغلنا معاهم لمده سنه تقريبا على كذا حاجه، منها اول حاجه ان احنا نوثق الوصفات ونخليها بطريقه فيها نوع من النظام واللي هي ستاندردايزد يعني، بحيث ان احنا نقدر نعيد تكرارها لمرات اخرى. والحاجه الثانيه ان احنا نشتغل على الجوانب الصحه والسلامه المهنيه وسلامه الغذاء، لان دي طبعا نقطه في غايه الاهميه. ومن خلال يعني برنامج كان جوه المشروع اسمه برنامج المحافظات الاقتصاديه، اللي هو اشتغل مع البازارات واشتغل مع الفنادق الى اخره. اسسنا معاهم مطبخ للسيدات. امم. اللي سميتوه اوكرا. اوكرا. مين اختار الاسم؟ يعني انا اللي اقترحت. تمام. يعني كنت انا وشيرين عمالين نتناقش عليه، واقترحت واقترح كذا اسم، ولكن لقينا اوكرا مناسب لكذا سبب. ان امم. هو اولا اوكرا اللي هي الباميه. امم. باميه اوكرا ليها اسم تاني في الانجليزي اللي هي ليديز فينجرز او اصابع السيدات، ودي حاجه لطيفه. ونمره اتنين ان الباميه هي عنصر اساسي في المطبخ في الصعيد.
وأصلًا بقى السيدات هي اللي بتقوم بالطبخ. وبالتالي لقينا ان هو يعني هي عنصر مكون ليه اهميه اكتر بكتير ما احنا متصورين، هو الثيكنينج ايجنت او العامل اللي بيدي قوام للاكلات الصعيد. اللي هي البامية بالية. البامية نفسها يعني الtexture بتاعها هو بيدي بيضاف قوام لاكلات كتير. لأكلات أخرى. أوكي. ف اخترنا الاسم ده لان هو نطقه سهل وهو مرتبط بالثقافه اللي موجوده هناك واكله فعلا احنا بنقدمها هناك. واتفتح المطبخ يمكن في اعتقد اكتوبر 2024، هو بقى له النهارده دخل في سنه وشويه، ونجح خلال الفتره دي ان هو يجذب الاهتمام. يعني هو طبعا بيشتغل بطريقه ان هو لازم يتحجز الاول، لان الاكل بيطبخ في اليوم نفسه وبناء على يعني قوائم الناس اللي بتخترع مسبقا ايه الاكلات اللي عايزه تاكلها، بحيث ان هو دايما الاكل ده يبقى طازه وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه تكاليف تشغيل كبيره. لو فتحنا مطعم الناس جت او ما جاتش الاكل نفسه، وبالتالي بيشتغل بمفهوم مختلف شويه موجود في دول كتير بره بس مش كتير قوي في مصر، اللي هو مطبخ السيدات ده. وهو يعتبر من يعني علامات النجاح للمشروع، لان هو اولا حاجه قادره ان هي تستمر ما وراء حياه المشروع نفسها، وبتقدم حاجه مختلفه جدا كتجربه وساعدتنا ان اهالي اسنا نفسهم ابتدوا يروحوه كمان. ده هو كان الاول يعني بقت خروجه لاهل اسنا في لو حد عايز يعزم حد، في ناس بقت بتروح تعزم، يعني ده له ضيف عايز ياكله اكل من اسنا ياخده للمكان هناك. يعني هو الأكل هناك حاجة عظيمة. الناس تفخر بيه. عملتوا كمان أو أنتوا بتخططوا، مش عارفة وصلتوا لفين يعني، للكوك بوك